أبو جاسم من قطر يقول: هل يجوز أن يأخذ الأب من مال ولده على أنه سلف ويعطي الأب أولاده الآخرين وبعد يقول الابن الذي تسلف منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، هل يحق للأب فعل ذلك؟ أبو جاسم من قطر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخوي الفاضل، يعني هذه المسألة تحتاج والله إلى بسط، تحتاج إلى توضيح، لأن كثير من الناس للأسف الشديد يخطئون فيها ويغلطون غلطا ربما يعني يحاسبون عليه يوم القيامة. أولا، بالنسبة لحديث أنت ومالك لأبيك، نعم هذا جاء في السنن وإسناده حسن، إسناد الحديث حسن، أنت ومالك لأبيك، وهي أصل لها قصة أن صحابيا رفع أمر أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال بأنه أخذ مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، لا بد أن نفهم بأن الابن له ذمة مالية مستقلة، أو الولد عموما سواء كان أنثى أو ذكر لهما ذمة مالية مستقلة، بمعنى أن الابن إذا اكتسب وتوظف فالراتب والمال والتجارة اللي تدخل عليه هذا ملك له، هذا ملك له. البنت كذلك إذا توظفت أو اتجرت فما يدخل عليها من الأموال هذا ملك لها، فذمتها تتقبل هذه الأموال. وكذلك الابن بوجود الأب وبوجود الجد لهم ذمة مالية مستقلة. واضح؟ المسألة الثالثة بالنسبة لموضوع أخذ الأب من مال الابن، إذا كان الأب غني فإن العلماء يكرهون له أن يطلب من ابنه شيء. العلماء يكرهون أن يطلب الأب من ابنه شيء إذا كان غني ومكتفي، يعني لماذا يطلب من ابنه مثلا؟ واضح؟ أما إذا كان فقيرا أو محتاجا أو يمر بأزمة مالية أو لديه قرض ولا يستطيع السداد، قالوا نعم يجوز له أن يطلب أو أن يأخذ من مال ابنه ولو بغير إذنه. واضح؟ لكن بشروط، ليس هكذا الأمر مطلق. ذكروا من جملة الشروط أن تكون لديه حاجة، وذكرت هذا أنا قبل قليل، عنده حاجة، عنده ضرورة، عنده أزمة. الأمر الثاني أن لا يأخذ من مال ابنه بما يجحف رأس المال، يعني مثلا ما يروح ويأخذ المال كله أو أغلبه، ولا يأخذ أيضا ما يتضرر به الابن، مثلا يأخذ الغطاء، البطانية اللي الابن ما عنده إلا البطانية هذه مثلا يغطي نفسه فيها مثلا، أو يروح يأخذ السيارة التي أصلا هذه السيارة هي الوسيلة للولد يتنقل فيها ما بين الدوام وما بين البيت مثلا. هذا قالوا هذا ممنوع، يعني لا يحق للأب أن يأخذ بهذه الطريقة، وإنما يأخذ بما يعني يسد به الضرورة أو الحاجة. ذكروا مسألة أخرى، قالوا لا يجوز للأب أن يأخذ من أحد أولاده ليعطي الآخر، نفس القضية اللي أنت ذكرتها. واضح؟ قالوا ما يجوز للأب أن يأخذ من أحد الأولاد ويروح يعطي الولد الثاني، قال لأن هذا يسبب كراهية وحقد، يجعل عرق الحسد ينبض في الصدور والعياذ بالله، ويسبب أزمة بين الأولاد، لأن الولد ما يرضى أن يشوف ماله يروح لأخيه، يشوف ماله يروح لأخيه عن طريق والده. هذا أيضا ذكره الفقهاء، قالوا لا يجوز. لهذا يا أخي الفاضل طبعا لا يجوز أيضا أن يأخذ هذا المال ليستعمله في الحرام، يشتري خمر والعياذ بالله أو يفعل منكرات، هذا أيضا نصوا عليه. طيب الآن أنت ذكرت مسألة أنه يأخذ منك ويعطي لابنه الثاني، ما يجوز، حرام. لابد أن يتنبه الوالد لهذا، لابد أن يتنبه الوالد له، لأن هذا يعني فيه إثارة للبغضاء وتحريك للحقد والعياذ بالله، يعني بين الأولاد يكون هناك حقد وكراهية، يعني يحصل حسد، وما يرضى الأخ أن يشوف أخوه يأخذ ماله عن طريق والده بغير وجه حق، هذا كله لا يجوز. طبعا الأخ يعطي لأخيه الزكاة إذا كان فقير أو مسكين أو غارم. لهذا يا أخي الفاضل ما ذكرته هذا لا يجوز، ونبه الوالد، لأن بعض الآباء هدانا الله وإياهم يختطفون بعض النصوص اختطاف ويوظفونها في شيء يعتقدون بأنه صحيح وهو غير صحيح، أو أنهم يريدون شيء فيستعملون النصوص الشرعية يستخدمونها لإرهاب الأولاد أو تخويف الأولاد. والله أنت ومالك لأبيك ليست فوضى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنت ومالك لأبيك لابد أن ننظر في بقية النصوص ونجمعها، سواء النصوص العامة أو الخاصة، وننظر في كلام العلماء، ما نقول هكذا أنت ومالك لأبيك ويحصل ظلم وكراهية وحسد. بارك الله فيك، نبه الوالد على هذا.